3 2 1. اوكي، ليه في تصوير اول ما تدخله تحس ان في حاجه غلط؟ الممثلين موجودين، كاميرا جاهزه، الاضاءه شغاله، بس مفيش حاجه بتحصل. وتصوير تاني اول ما تدخله تحس ان كل واحد عارف هو بيعمل ايه، كانهم عاملين زي خليه النحل بالظبط. وده غالبا بيبين لك الفرق ما بين التصوير العشوائي والتصوير اللي متحضر له صح. الناس دايما بتفتكر ان شغل المخرج بيبتدي مع كلمه اكشن، بس في الحقيقه شغل المخرج بيبتدي يمكن قبليها بشهور. بداية من المعالجة أو الدايركتور تريتمنت، ودي بتبقى المعالجة اللي هيطلع فيها كل التفاصيل اللي في خياله، بداية من الفكرة، الإحساس اللي عايز يوصله، ستايل التصوير، الإضاءة، عمق الشخصيات الأساسية اللي موجودة في الفكرة بتاعته، لحد المود بورد في النهاية اللي فيها السيم اللي هيمشي عليها بتاع الفكرة دي. بعد ما بنخلص المعالجة بنروح لأهم مرحلة موجودة في مراحل التحضير، وهي الستوري بورد. بنبتدي نوصف ونترجم كل الأفكار اللي موجودة في المعالجة دي لصور او سكتشات، واهميتها بالنسبه لك كمخرج انك تطلع كل اللي في خيالك وتترجمه فريم فريم. دايما وانت بتعمل الستوري بورد اسال نفسك سؤال واحد: ليه؟ دايما لازم يبقى فيه سبب قادر ان انت توظف فيه الكومبوزيشن اللي انت عامله ده. مثلا بعد ما بنخلص الستوري بورد بنروح على الشوت ليست. هي بتاخد كل الصور والسكتشات اللي اتعملت في مرحله الستوري بورد وبتترجمهم للكرو اللي معاك، بدايه من زاويه الكاميرا وحركتها، العدسات اللي هتستخدمها في التصوير ده، اللوكيشن اندور ولا اوتدور، ترتيب اليوم هيبقى ماشي ازاي. كل التفاصيل اللي موجوده في الشوت ليست دي هي بتنقذك من العشوائيه اللي ممكن تكون موجوده في اللوكيشن. التحضير فيه نوع كتير ما ينفعش ننساها، وقبل ما يكون العميل فهو ليك انت كمخرج في الاساس. المخرج مش ان انت تقول اكشن وكت، المخرج اللي بجد هو اللي بيشوف الفكره ويتخيلها ويحضر لها صح حتى قبل ما يصور. انا عايز اقول لايك والشير. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب، وسلام.